اهلا بحضراتكم، ان شاء الله الجميع بخير يا رب. نسمع الباشا مصطفى مدبولي مع بعض كده. عايز اوصله لحضراتكم واطمنكم عليه ان احنا كدوله النهارده الحمد لله يا رب، الحمد لله. المؤشرات والوضع اللي احنا فيه والامور اللي احنا بنتحرك فيها في اقتصادنا وفي بلدنا وفي تنميتنا كلها ان شاء الله بتبشر ان السنين الجايه كلها سنين رخاء وتنميه وتقدم لبلدنا. مش عايز اطول عليكم. كل سنه مش عايز اطول عليكم، كل سنه وانتم طيبين. سمعتوا مصطفى مدبولي طبعا. رخاء. كنا ماشيين بنفرق فلوس، ما احناش لاقيين نجيب كيلو بطاطس ب 22 جنيه، 3 كيلو ونص طماطم ب 100 جنيه. ايه يا عم فين النيات دي؟ ده تشغلني 200 جنيه شغلنا في حاجه، واديني 100 جنيه اديها يا اخي. لا تخلي الحاجه جنبي. مش عايز تبطل كدبه يا مصطفى مدبولي؟ مش عيب يا مصطفى مدبولي؟ ده انت راجل كبير، عيب ما تبقاش راجل قليل الادب ومهزأ. لسه طالع بتكذب انت عشان توصل لاوروبا وامريكا والعالم الخارجي ان انتوا ناس بتلبسوا بدل وكرافتات وشغالين. تشد الستاره على 60 70 مليون بني ادم، جوعتوهم وافرضتوهم واضعفتهم واخفتهم قسريا، وعيالهم رموا نفسهم في البحور هجره غير شرعيه بسبب كذبك ونطاعتك انت واللي مسرحك علينا عبد الفتاح الخسيس رئيس الجمهوريه. لسه طالع بتكذب؟ طيب انت عمال بتكذب ورخاء ونفس الاسلوب الحقير بتاعك انت وعبد الفتاح السيسي. كلكم ماشيين على منهج النصب والكذب، انت والسيسي وكل الوزراء اللي معاكم واللي انتوا قعدتهم في البيت. كلكم شويه ناس حقيره محتله البلد ومحتله الشعب. ده المستشار بتاعك، الخبير الاقتصادي بتاعك محمد فؤاد. اما راس الحكمه واما الافلاس، اما راس الحكمه واما الافلاس. اما لا قولا واحدا كنا خلاص. يعني لولا راس الحكمه كان ممكن مصر تفلس. كان ممكن مصر تفلس. لا، لولا راس الحكمه يا الافلاس، يعني يا الافلاس يا راس الحكمه تتباع لابن زايد. يعني احنا لو ما بعناش راس الحكمه لابن زايد، تربيه الغنم، تربيه المعيز، المخرب الدولي، كان مصر اعلنت افلاسها. بس احنا ادينا له حته من مصر عشان ما نعلنش افلاس. انتوا عمالين تبيعوا مصر حته حته للامارات